أكيد كلنا شفنا قبل كده عرض لتصميم موقع إلكتروني بسعر ما يتصدقش، سعر رخيص لدرجة تخلي الواحد يسأل نفسه إزاي ده حقيقي؟ النهاردة هنكتشف مع بعض التكلفة الحقيقية اللي ورا الصفقات دي. وهو ده بالظبط السؤال اللي بيواجه ناس كتير من أصحاب المشاريع. لما الموضوع يتعلق ببناء الواجهة الرقمية للبزنس، هل السعر هو أهم حاجة؟ يلا بينا نشوف الإجابة من خلال قصة حقيقية. خلونا نعرفكم على كريم، شاب طموح عنده فكرة مشروع ممتازة، وكان بس محتاج واجهة رقمية عشان يعرض فكرته دي للعالم. ومن هنا بدأت رحلة البحث. وهو بيقلب على الإنترنت فجأة لقى إعلان خطف عينه. السعر كان مغري جدا لدرجة إن كريم ما فكرش في أي حاجة تانية. بصراحة كانت صفقة شكلها ما يترفتش. 10,000 جنيه، رقم كان كفيل يخليه يحس إنه لقى كنز. ومن غير أي تردد أخد القرار وبدأ الرحلة، وهو فاكر إنه عمل أذكى خطوة ممكنة. المكالمة مع الشركة كانت سريعة ومباشرة، يمكن أكتر من اللازم. الوعد كان واضح، موقع صاروخ في وقت قياسي. الغريب إنه محدش سأله عن طبيعة شغله أو إيه أهدافه أو حتى مين العملاء اللي بيستهدفهم. كل التركيز كان على إن الصفقة تخلص وبس. بعد أسبوع بالظبط استلم كريم الموقع، وفي الأول كان طاير من الفرحة. التصميم شكله احترافي والألوان حلوة، بس اللي ما كانش يعرفه إن اللي شايفه ده كان مجرد قشرة شكلها حلو، لكن الأساس بتاعها هش جدا. وللأسف الرضا ده ما كملش كتير، الحلم بدأ ينهار بسرعة جدا. يعني بعد أسبوع واحد بس بدأت الأخطاء تظهر، وبعد شهر الموقع بقى بطيء لدرجة إنه تقريبا كان واقف وما بيشتغلش. ومن هنا بتبدأ التكلفة الحقيقية تبان. الخسارة ما كانتش بس في 10,000 اللي دفعهم في الأول، لا دي كانت البداية بس. كان في تكاليف تانية مستحبية وأكبر بكتير. تعالوا نشوف إزاي. لما كريم حاول يكلمهم عشان يحل المشاكل، اكتشف إن كل خطوة ليها تمن. خدمة العملاء كانت بتطلب فلوس على كل حاجة، رسوم صيانة، رسوم عشان أي تعديل مهما كان بسيط، وحتى رسوم عشان يحسنوا السرعة اللي هم وعدوهم بيها في الأول أصلاً. يعني تخيلوا، الصفقة اللي بدأت ب10,000 جنيه كلفته في الآخر تقريباً ضعف المبلغ اللي كان مفروض يبقى توفير، اتحول لفخ مالي استنزف فلوسه وأعصابه. بس الصدمة الأكبر ما كانتش الفلوس، التأثير الحقيقي كان على البيزنس نفسه. الرقم ده 0، هو عدد الطلبات اللي جات لكريم من الموقع بتاعه 0. الموقع مش بس فشل تقنياً، لا ده فشل في تحقيق هدفه الأساسي تماماً. الخسارة هنا ما كانتش مجرد فلوس، دي كانت خسارة فرص، خسارة عملاء كانوا ممكن يبقوا معاه، وخسارة وقت ثمين مستحيل يرجع تاني. إحساس فظيع بالهزيمة. ولكن وسط كل الإحباط ده حصلت نقطة تحول. جت نصيحة من صديق غيرت نظرة كريم للموضوع كله وحطته على الطريق الصح. النصيحة كانت بسيطة بس عميقة جدا. ما تفكرش في الموضوع على إنه مجرد موقع، لا ده أساس البيزنس بتاعك كله. الشركة اللي هتختارها مش مجرد بياع، دي شريك في نجاحك. ولما كريم اتواصل مع أب سمارت، الفرق كان واضح زي الشمس. مفيش وعود سريعة وكلام فاضي، بالعكس كان في حوار عشان يفهموا المشروع وأهدافه. الموضوع ما كانش بيع قالب جاهز، الموضوع كان بناء حل مخصوص لكريم. وهو ده بالظبط الفرق بين إن حد يصرف فلوسه وبين إنه يستثمرها. تعالوا نشوف إزاي الاستثمار الصح ده جاب نتيجته. الموقع الجديد كان كل حاجة الموقع الأولاني ما كانهاش. سريع، آمن، ومتصمم مخصوص عشان يحول أي زائر لعميل، والأهم من كل ده وراه فريق بيدعمه بجد. والنتيجة ما جاتش متأخرة. لما الأساس بقى صح، البيزنس بدأ يطلع نتائج. وصول أول طلب ده ما كانش مجرد عملية بيع، ده كان إثبات إن الاستثمار في الجودة هو الطريق الصح. كريم ما بقاش بيجري ورا المشاكل أو بيدفع رسوم مستخبية. أخيراً بقى عنده أداة بتشتغل علشانه مش ضده، بقى عنده أساس يقدر يبني عليه شغله وهو مطمن. طيب إيه الدرس اللي ممكن نطلع بيه من قصة كريم؟ الدرس واضح جداً. قبل ما نركز على السعر، لازم نركز على القيمة اللي هناخدها مقابل السعر ده. في عالم البزنس الرقمي دلوقتي، الجودة مش رفاهية خالص، دي ضرورة أساسية. وده معناه موقع سريع وآمن ومصمم عشان يحقق أهداف البزنس بتاعك. وهنسيبكم مع السؤال الأخير ده عشان تفكروا فيه. لما الواحد يفكر يبني وجوده على الإنترنت، لازم يفتكر إنه مش بيشتري مجرد موقع، لا ده بيستثمر في مستقبل شغله كله. فيا ترى المستقبل ده يستاهل قيمة قد إيه؟